هادي الصفاء. بسم الله ناصر المستضعفين قاسم دار الجبارين. زملاء الطلبة باسم الاتحاد العام التونسي للطلبة باسم الوحدة والنضال والاستقلالية يقول الاتحاد العام التونسي للطلبة انتخابات المجالس العلمية لهذه السنة تحت شعارات مركزية وهي تحسين وضعية الطالب، السكن الجامعي والوكالة الجامعية، تحسين أنظمة التعليم، تحسين المنظومة البيداغوجية وإسقاط منظومة LMD وتعويضها منظومة وطنية. وهذه فرصة زملاء الطلبة أنا أتوجه إليكم بهذه الكلمة، وحينما أقول زميل الطالب فلا تلتفت وراءك فأنت المقصود، لأن الجامعة كانت وستظل وستعود حسنا للثورة وستعود في قيادة المجتمع المدني. زميل الطالب اليوم نقف معا وقفة واحدة من أجل إعادة الاعتبار للطالب التونسي، من أجل إعادة الاعتبار لطلبتنا ولجامعتنا، من أجل تحسين ظروف السكن. الاتحاد العام التونسي للطلبة وقت اللي كانوا يشتغلوا الجامعة البنات كانوا يسكنوا 3 سنين على 4 سنين والولاد كانوا يسكنوا عامين على 4 سنين. اليوم تم تسجيل الجامعة، اليوم تم إسقاط أنظمة واسعة على الجامعة. لأنه ليش؟ لأنه ما عادش فما حركة طلابية، لأنه الطلبة ما عادش تحتج، لأنه الطلبة ما عادش تقول لا، لأن الطالب وقت اللي يمشي للريستوران ويمد له بلاتو غير صالح للأكل، فعلا فما بلاتو غير صالح للأكل وبلاتو موسخ ساعات تستخسر فيه 200 فرنك، الطالب ما يقولوش بدل لي وما يحتجش، الطالب يسكت. علاش؟ الطالب اليوم الناس اللي ما عندهاش، الناس فما وضعيات عديدة وعديدة جدا، الناس ما عندهاش تكرار من الدوزيام ومن التروازيام اني ومن الكاتريام اني، تمشي له الفواي يقول لك لا جيب لي من عند العمده وجيب لي من عند المعتمد وجيب لي من عند غيره وجيب لي من عند غيره. زملاء الطلبه اليوم الاتحاد العام التونسي للطلبه يخوض الانتخابات ب3 مرشحين عن الاجازه هم عبد الرحيم فرحان ومحمد البيولي، ومرشح عن الماجستير هو فرج تروني. ونريد هذه السنه ان تكون انتخابات عن قناعه، ننتخب من ناضل، ننتخب من دافع عنا، مثل البيولي في الريستوران 8 ايام راقد لبرا في ريستوران مثل عبد الرحمن معتصم، مثل البيولي حتى قرايته خليها يدافع على الطلبه، يدافع على حقوقهم، مش ناس جات اليوم غير معروفه في الساحه الطلابيه اصلا تتقدم بترشحاتها. صحيح الناس كلها عندها حق، ولكن انت يا الطالب يجب ان تنتخب من يقف في صفك ومن يدافع عنك، وليس من يشوه، وليس من ياتي يوم الانتخابات ويقدم الترشح لانه معروف في القهوه، لانه معروف في البيجات، لانه عنده شعبيه، بعد ياخذ المجالس العلميه كيما صار منول بالضبط. وين ممثلي الطلبه على الاجازه في المجالس العلميه؟ اللي روح وكمل على مناول، واللي ما يجيش جمله، واللي هو وين من يدافع عليكم على مناول؟ عاش الاتحاد العام التونسي للطلبه! عاش الاتحاد العام التونسي للطلبه! وين ممثلين الطلبه؟ اليوم كي وقت اللي من يدعون الممثلين اليوم الالكترونيك تو بركه، الناس كلها هبطت لها صفار. البارح الماضي كيف عقدت 5، وين الناس اللي تدافع على الطلبه وتدعي الدفاع على الطلبه؟ زملاء الطلبه يجب ان يكون التصويت هذه السنه عن قناعات، تصويت للمناضلين، تصويت لمن وقف في صفكم ولا يزال يقف في صفكم ويدافع عنكم وعن قضاياكم العادله. ثم نقطه ثانيه، الناس اللي تشوه تقول الاتحاد العام التونسي هو حركه النهضه، الناس اللي تشوه واللي ما تقولهاش في وجوهنا تقولها من ورانا. علاش؟ لان الجبن، لان جبناء، هذا تشويه. نقولها كما قلناها ونعيدها، الاتحاد العام التونسي للطلبه منظمه نقابيه مستقله عن اي تيار سياسي، ولن نسمح ولو اردنا ان نكون بوق لكنا بوقا للتجمع، كما لم نرضى ببوق التجمع ولن نرضى ان نكون بوق لاي حزب سياسي مهما كانت وجهه مهما كانت جويته. الاتحاد العام التونسي للطلبه صنع ربيع الجامعه التونسيه، ويعود اليوم كي يعيد هذا الربيع من الذين دشنوه كي يعود الى الجامعه ويعود الحراك الثقافي والحراك الفكري والحراك النقابي داخل الجامعه.